الطفل المغربي عبد الرحيم أحيد الذي فقد عائلته في زلزال حوز 2023 وظهر حينها يبكي مرتديا قميص ريال مدريد على شاشات التلفاز ليجد حلمه يتحقق في الحقيقة. النادي الملكي وفى بوعده واستدعاه إلى إسبانيا ليتكفل به رياضيا وأكاديميا، وفي لحظة خالدة له اليوم في ذاكرته حين كرم في البرنابو ونفذ ضربة البداية لمباراة ريال مدريد أمام إسبانيول، اللقطة التي تفاعل معها الجمهور بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ستبقى للتاريخ للمغربي عبد الرحيم أهيرة الذي دخل تحت تصفيقات كبيرة لدى الجمهور الحاضر في الملعب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.